هل تتذكرون هذه اللحظة التاريخية في نهائي كأس العالم 2022 عندما ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت العربي قبل أن يرفع الكأس الذهبية؟ هذا الرداء العريق أدرجته اليونسكو رسميا على قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي، ومعه 11 عنصرا من الثقافة العربية التاريخية شملت أكلات وملابس وجلسات ثقافية، إضافة إلى ممارسات اجتماعية عريقة. جاء في هذه القائمة القفطان المغربي التقليدي، اللباس الذي يمتد عمره لقرون لكنه لا يزال يتطور مع الحفاظ على حرفيته الفنية العالية وزخرفاته اليدوية الغنية، يرتدى في الزفاف والحفلات. اليونسكو أضافت أيضا الكشري المصري، هو بمثابة ممارسة ثقافية متأصلة في حياة المصريين يأكله الملايين يوميا، يقدم في كل مكان. هو العنصر المصري رقم 11 على قوائم التراث غير المادي. إذن جاء على القائمة الدان الحضرمي، هو عبارة عن فن مجتمعي في اليمن يجمع بين الشعر والألحان والرقص، ويتشكل عادة في صفوف أو دوائر، وسمي بهذا الاسم بسبب ترديد كلمة دان طوال الجلسة. كذلك الديوانية هي بمثابة مؤسسة اجتماعية يلتقي فيها الرجال للنقاش والحوار وتبادل الأفكار، وتعقد في البيوت أو حتى في الأماكن العامة والخيام. شملت الإضافات الجديدة شجرة المهراس الأردنية، هي شجرة زيتون معمرة، إضافة إلى لعبة المحيبس العراقية الرمضانية، زفة الزواج التقليدية في عدد أيضا من الدول العربية، الكحل، إضافة إلى نسيج السدو البدوي. عموما إدراج عنصر في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي له عدة دلالات ونتائج ملموسة، أهمها الاعتراف الدولي والتشجيع على حمايته وتوارثه ومكافحة اندثاره، إضافة إلى توافر فرص تمويل لدعمه وتعزيز السياحة والإقبال عليه.